من أصعب القرارات بقى اللي ممكن ناخدها في حياتنا هو اختيار الشريك المناسب لينا. إنما بقى شريك النجاح ده وضع مختلف تماما. يلا بقى بينا نبدأ. في الفيديو ده بقى هتعرف يعني ايه شريك الحياة وشريك النجاح. لما بنقرر بقى ان احنا نختار شريك الحياة بنقعد كده بتأني مع نفسنا ونبتدي نشوف ايه الحاجات الحلوة اللي فيه والوحشة اللي فيه. طيب الحاجات الوحشة دي هل هنقدر نعديها او هنقدر نتجاوزها معاه، ولا الحاجات دي هتكون عقبة بالنسبة لنا بعدين؟ كمان بنسأل نفسنا هل في توافق ما بيننا، يعني بنرتاح لبعض، بنعرف نتفاهم مع بعض لو اختلفنا اختلاف بسيط، وبناء بقى على اختيار الشريك ده بتتبني حياتنا. لو كان اختيار موفق بتكون حياة سعيدة لينا احنا الاتنين. لو كان عكس كده بقى الاتنين هما اللي بيجنوا نتيجة اختياراتهم السيئة دي. طبعا بتكون هنا في مراحل لاختيار شريك الحياة، وقبل طبعا المراحل دي بنكون مستعدين كويس جدا، وده طبعا بقى علشان العلاقة دي تنجح وتستمر. ومهم جدا بقى ان احنا ما نبقاش حاطين في دماغنا ان داخلين العلاقة دي علشان والعياذ بالله نكون متشائمين، يعني نقول العلاقة دي هتفشل والكلام ده، عشان ده مش كويس. يعني ما نحطش في دماغنا اي تخوف له علاقة بالفشل، يكون من جوانا بقى احنا الاتنين نية خير لبعض. عشان لو في دماغنا بقى اي حاجة سلبية لبعض ده ممكن يترجم على الواقع والعلاقة تفشل فعلا. فلازم نشيل من دماغنا احنا الاتنين اي حاجة ممكن تخوفنا بالمستقبل. لازم ناخد بالنا بقى من النقطة المهمة جدا دي. نيجي بقى للمراحل اللي من خلالها هنقدر نختار شريك حياتنا. نقعد مع نفسنا كده ونسأل سؤال: هو انا اخترت الشخص ده ليه بالتحديد؟ ولازم تكون اجابتي موضوعية جدا. يعني مفيش حد هنا بقى بيسألك وعايز منك اجابة، ده انت بينك وبين نفسك كده قاعد بتفكر وبتقول انا ليه اخترت فلان ده، او ليه اخترتي فلان ده. مفيش حد هنا بقى قاعد بيستجوبك ولا اي حاجة، ولكن بينك وبين نفسك او بينك وبين نفسك تسألوا السؤال ده لنفسكم. الإجابة بقى لو كانت علشان أنا عندي رغبة كبيرة جدا تجاه الشخص ده، يعني في حاجات حلوة كتير أنا حاببها فيه، وإن من جوايا بقى واثق بإن الإنسان ده أو الشخصية دي هو هكون معاها سعيد فعلا، أو هحقق بقى رغباتي كلها معاه، كده يبقى النقطة الأولى نجحنا فيها. لازم كمان نكون عارفين إيه العيوب اللي موجودة فينا إحنا ونصارح بيها الشخص اللي هنرتبط بيه ده، ونشوفه هل هيتقبلها ولا لأ، وده علشان بقى نكون واضحين معاه من البداية. كمان مهم جدا ان يكون عندنا ثقة في نفسنا، ولو عندنا ثقة في نفسنا هنثق في الطرف التاني. ممكن حاجة بسيطة جدا نعملها ان احنا نعمل مجرد اختبار بسيط كده لشريك حياتنا ونشوفه هل هيستوعب مثلا الاختبار ده، يعني هيستوعب الموقف اللي انت عملته ده او اللي انت عملتيه ده معاه ولا لا. وده علشان بقى نعرف رد فعله الحقيقي سواء كان ايجابي او سلبي. طبعا لو كان ايجابي يعني كان رد فعل مقبول، يبقى الشخص ده ينفع يكون شريك حياتك. طبعا والعكس، بلاش دايما نكون متسرعين في حكمنا على شريك حياتنا. يعني ما ينفعش نقول ان فلانة دي وحشة لمجرد موقف صغير، او فلان ده وحش لمجرد انه عمل موقف صغير، لان طبيعي بقى في العلاقات لازم بناخد وقت كافي علشان نقدر نقول ان احنا فهمنا بعض. والمواقف طبعا هي اللي بتبين صلابة ومعدن الشخصية دي حاجات كده عامة مش جوهرية، علشان نقدر بيها ان احنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده في اختيار شريك حياتنا. نيجي بقى للصفات الجوهرية، الحاجة الكبيرة او المهمة اللي من خلالها نقول كده 100 علامة صح على الشخصية دي، وده هينفع يكون شريك حياتنا. زي مثلا بيثق فيك ومخلص ليك، بيقدر ويتحمل المسؤولية معاك، انسان كده مستقل بذاته مش تابع لأي حد، روحه كده حلوة مش منبوذ من الناس اللي حواليه او معظم الوقت، دايما تلاقيه بيتوافق معاك في حاجات كتير انت بتعملها او عايز تعملها. يعني في هنا التقاء زي ما بيقولوا، التقاء فكري، يعني متقاربين لبعض بقى في الافكار. انسان بقى او انسانة بتقبل النقد، شخصية بقى تكون محترمة وبتعرف تعبر عن مشاعرها وعاطفها ليك. شخصية كمان مؤمنة بالمشاركة معاك، يعني ما عندهاش مشكلة خالص في انها تشاركك حاجاتك انت. طبعا شخصية مش قاسية، مش قاسي يعني، او شخصية مرنة، يعني خير الامور الوسط. شخصية كمان بقى طموحة وملتزمة جدا، شخصية عندها استعداد انها تضحي باي شيء لاجلك. شخصية كده عفوية في كلامها معاك، ما بيختارش كده الالفاظ او الكلمات الكبيرة عشان يعبر لك بيها عن شيء مثلا. شخصية كريمة وراقية، شخصية بقى ذكية وبتهتم بمظهرها الخارجي، ويكون بقى بيقبل عيوبك قبل مميزاتك. كده بقى تمام. الحاجات دي بقى حاجات كده أساسية وحاجات جوهرية
اللي من خلالها نقدر نقول ان الشخصية دي تنفع تكون شريكة حياتنا او ينفع يكون شريك حياتي. هقول كده حاجة بسيطة كده، هاتوا كده ورقة وقلم واكتبوا معايا الأسئلة دي وجاوبوها. هتسأل أو هتسألي نفسك الأسئلة دي. السؤال الأول بقى هو حياتي هتكون أفضل لو اتجوزت الشخصية دي؟ وعلامة استفهام ونجاوب عليه. السؤال التاني بقى هل الشخصية دي هتخليني سعيدة في حياتي؟ علامة استفهام ونجاوب عليه. السؤال التالت بقى هل الشخصية دي هتضيف لي في حياتي ولا لأ؟ علامة استفهام ونجاوب على السؤال ده. السؤال اللي بعد كده بقى هو أنا بكون مستمتع وأنا بقضي وقتي معاه ولا لأ؟ علامة استفهام ونجاوب على السؤال. السؤال بقى مهم جدا، هو الشخصية دي لما بكون معاها بيخلي مودي لو أنا متضايق مثلا بكون سعيد وأنا معاه ولا لأ؟ علامة استفهام ونجاوب على السؤال. سؤال بقى أخير، الشخصية دي بقى بتسمعني وبتحترمني ولا لأ؟ علامة استفهام ونجاوب على السؤال. لو لقيتوا بقى الإجابة على الأسئلة دي إيجابية استخيروا ربنا كويس وتوكلوا على الله. خلصنا بقى جزئية شريك الحياة، تعالوا بقى نشوف مين هو بقى شريك النجاح. شريك نجاحك بقى هو اللي لو لقى فيك أي غلط أو عيب بيحاول يصلحه معاك. الشريك اللي دايما عايزك تطلع لقدام ما ترجعش لورا. الشريك بقى اللي بيهتم بكل تفاصيلك. الشريك اللي دايما بيكون عايز أو هدفه الأساسي إن يخليك دايما تكون للأفضل. الشريك بقى اللي دايما بيسعى إنك تغير مستقبلك للأحسن. الشريك بقى اللي بالنسبة له أولوياتك هي أولوياته. تمام كده؟ أعتقد بقى عرفنا مين هو شريك الحياة ومين هو شريك النجاح. أعتقد الاتنين مقاربين لبعض. بتكمن أو بنلخص الموضوع ده في حاجة بسيطة جدا، لو احنا أحسننا اختيار شريك حياتنا كويس فعلا أعتقد إن هو هيكون شريك النجاح بتاعنا. نزار قباني بقى قال: إذا بكت امرأة على رجل فإنها تحبه من قلبها، لكن إذا بكى الرجل على امرأة فلن تجد على الأرض رجلا يحبها مثله. في النهاية بقى عايز أقول لايك وشير الفيديو علشان يوصل لغيركم، واشتراككم في القناة بقى ده شيء يشرفني ويسعدني جدا. جميع روابط التواصل الاجتماعي الخاصة بيا أسفل الفيديو على اليوتيوب وعلى البيج على الفيسبوك. بالتوفيق بقى إن شاء الله وبشكركم.